هاقول لِك على الخلطة السرية اللي هتغيّر شكل جسمِك وكمان طريقة تفكيرِك في التمرين. لو أنتِ من الناس اللي بتطلعي من الgym عاملة 50 تمرين بس برضه ما أنتيش شايفة نتيجة في جسمِك ولا الshape بتاعِك، وكمان جسمِك مش بيشد بالطريقة اللي أنتِ عايزاها، السبب بسيط أوي، أنتِ مقضياها تمرين فرافير وسايبة التمارين المهمة اللي بتعمل shape بجد، تتعبي على الفاضي. السر هنا بقى في نوع التمرين، وهاكلمِك عن حاجة يمكن كتير منكم ما سمعش عنها. تمارين الgym نوعين، تمارين مركبة اللي هي تمارين الcompound وتمارين أحادية الحركة، تمارين isolation أو عزل. التمارين المركبة دي هي وحش الجيم، ودي تمارين ذكية وهندسية بعدة واحدة بتشغل لك مجموعة من العضلات كبيرة جدا، والتمارين دي أساس الفوليوم والشيب وتقوية الجسم بصفة عامة، زي السكوات والهيب ثراست والديد ليفت اللي بيشغلوا نص عضلات جسمك في نفس الوقت وبيخلي الحرق بتاعك في السماء. يعني مثلا تمرين زي الديد ليفت بيشغل الجلوتس والهامسترنج والظهر والقطنية والكتاف وكمان عضلات البطن وبيدعم ثباتها، وكمان بتعلي ضربات القلب، وكل ده مع بعضه في تمرين واحد. اما تمارين العزل دي بتشتغل على عضله واحده بس احاديه ومفصل واحد، زي الليج اكستنشن والكيبل كيك باك، دي بتستهدف زاويه معينه ومحدده جدا وتركيزها كله بيكون على عضله واحده ومفيش عضلات تانية شغاله. طب السؤال هنا بقى، مين فيهم الاحسن؟ مفيش حاجه اسمها الاحسن، في حاجه اسمها هندسه جسمك. التمارين المركبه هي اللي بتديك القوه وبتعلي الحرق جدا وبتعمل الفوليوم الاساسي للجسم، ودي اللي بنبدا بيها التمرين بتاعنا عشان نكون في كامل طاقتنا ونقدر نشيل فيها اوزان. اما تمارين العزل دي بنخليها في النص التاني من التمرين، بنفنش بيها علشان نضخ الدم في العضله المستهدفه ونرسم تفاصيلها. المعادله الصح 70% تمارين مركبه و30% تمارين عزل. من الاخر كده، لو جدولك كله اجهزه ومنفضه للبار والدمبل ما تزعليش لما تلاقي النتيجه متاخره، وعايزاكي بقى تكتبي لي في الكومنتات ايه هو التمرين اللي بتبداي بيه الجدول بتاعك، وهقول لك ده مركب ولا عزل، واعملي سيف للفيديو عشان ترجعي له بعد كده تشير لصاحبتك اللي ما بتقومش من على الاجهزه.